وحشتوني قوي اللي أول مرة يشوفني أنا رغدان. كلنا في الصيف بنحب نعمل أكل سريع بس برضو بنحبه يبقى جميل طعما وقيمة. الأكلة اللي هعملها معاكم النهاردة بقى حققت المعادلة الصعبة اللي احنا عايزينها كلنا. أولا الأكلة دي كطعم تجنن، سريعة، مش هتاخد وقت خالص. في حلة واحدة مفيش أطباق وغسل مواعين كتير. والأهم من كل ده إنه طبق متكامل، بروتين كاربس خضروات. ممكن نعمل بس جنبه طبق سلطة خضراء أو نقدمه مع زبادي. ساعات بعمل كده أو كده ومش محتاج أي حاجة تانية جنبه. هتحبوه قوي وهتعملوه كتير صيف بقى أو شتاء، أنا متأكدة. يلا بينا أقول لكم أنا عملته إزاي، بس الأول يا ريت نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. أول حاجة في حلة على النار حطيت معلقتين سمنة و3 معالق زيت، وبصلاية كبيرة متقطعة صغير وفلفل حامي. هقلبه، مش هستنى ان هو يصفر او حاجة. وحطيت ملح عليه وهحط لحمة مفرومة. اي حاجة في اللي انا هحطها بعد كده انتوا تقدروا تتحكموا في الكمية اللي تحبوها. حطيت على اللحمة المفرومة معلقة صغيرة من الفلفل الاسود مش مليانة قوي، ومعلقة ونص 7 بهارات، وهفضل اقلب وافرفط كده في اللحمة المفرومة لغاية ما تستوي تماما، ما يبقاش فيها اي لون بينك. بعد كده هحط صدور فراخ متقطعة مكعبات، وهحط نص معلقة فلفل اسود تاني، نص معلقة صغيرة، وهحط معلقة صغيرة مليانة من بابريكا، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ونص معلقة كمون. وحطيت كده وحديتين من الفلفل اللي هو الشطة، وحطيت مكعب مرقة خضروات. وهقلب كل ده، وبرضو هستنى انه كله يستوي خالص، وهسيبه كده كام دقيقة. بعدين لما اتأكد ان هو استوى، الفراخ واللحمة استوت، هحط معلقة ونص من معجون طماطم، وهحط معلقتين من دبس الرمان، وهفضل اقلب كده كله مع بعضه. حطيت بسلة وجزر، وحطيت كورن، وحطيت مشروم. وزي ما قلت لكم تقدروا تحطوا الكميات اللي انتوا عايزينها، ولو في حاجة مش موجودة ممكن برضو تستغنوا عنها. بعدين لما كله قلبته مع بعضه حطيت بعد كده رز بسمتي، هنقلب كله مع بعضه. وبعدين ظبطت بقى الملح، وبعدين حطيت مية سخنة بتغلي فوق الرز كده بحبة صغيرين. طبعا نوع الرز البسمتي بيختلف، ساعات بيحتاج مية اكتر، يعني حسب بقى النوع اللي انتوا جايبينه. بعدين هقلبه لما المية توصل كده، يبقى الرز كده باين بسيط من فوق الوش. خلاص هغطي الحلة وهوطي النار. بعدين فتحت كده مرتين كل 5 أو 10 دقايق، قلبت تقليبة، وكده كان استوى. وبعد كده قدمته معاه زبادي، مش سلطة زبادي، زبادي عادي. الأكلة دي أنا مش هقول لكم يا ريت تجربوها، أنا هقول لكم لازم تجربوها لأني متأكدة إنها هتعجبكم قوي. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لو ما اشتركتوش في القناة بحبكم قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.